وحشه قوي. في الفيديو ده بقى ركزي معايا عشان هقول لك 4 اسباب بيخلوا ان الكوبايه ريحتها تبقى وحشه. الحلقه السادسه من سلسله فيديوهات ازاي تختاري كوبايه مناسبه لطفل. 4 اسباب بيخلوا ان الكوبايه تطلع ريحه مش حلوه. اول سبب وهو طريقه غسيل مش صح، بمعنى ان انت تغسلي الكوبايه كويس جدا من بره وتنسي ان انت تغسليها من جوه، خصوصا في الاجزاء الداخليه زي السكرو او الاجزاء السلك. تاني سبب ان انت تنسي لبن او عصير جوه الكوبايه، وخصوصا لو نسيتي عليهم 3 4 ساعات بره التلاجة كمان، هتلاقي ان ريحه الكوبايه بقت وحشه جدا. ليه؟ لان العصير او اللبن هيبتدي ان هو يتخمر ويعمل بكتيريا، وهيبقى صعب جدا عليكي بعد كده تنظيفها. تالت سبب ان احنا مش بننشف الكوبايه بصوره كويسه، بمعنى ان انا بعد ما بغسل الكوبايه لازم ان انا اسيبها ان هي تجف براحتها، علشان الميه اللي ممكن تفضل موجوده في الكوبايه وهي مقفوله هتعمل ريحه وحشه بسبب الرطوبه. رابع سبب هو نوع البلاستيك. وفي اكواب موجوده البلاستيك بتاعها بيكون رديء، وفي انواع بتتفاعل اساسا مع الميه ومش بتكون بي بي اي فري، وده الانواع دي مش بتكون صحيه ان احنا نشرب فيها. طيب ازاي نغسل الكوبايه بتاعتنا؟